صباح الخير، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا تمام. حاسة هاي القعدة ما لنا قاعدين صرنا فترة. سئلت إنه اليوم رح أتجهز معكم. هلا عندي روتين صاير. عم في بكير، أوكي، عم أتجهز، بعدين عم أعطي تقريبا ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات للرسمة اللي عم تاخد مني كل صباحي فيني أقول. ففي بلبس نفس الاوتفيت اللي هو اسود باسود، لانه لهذا الريل ما بدي اي شيء ياخد من الرسمة. كل يوم بس بخلص منهم بروح بحطهم بالغسيل مشان تاني يوم في نشفهم ارجع البسهم، فحيهتروا. بعدين بشوف وين اليوم بياخدني، بس اليوم اتوقع رح نطلع هيك ناكل برا. كمان عندي اخبار لكم محمسة هالاسبوع، خلي عينكم على حسابات سكن. كمان للي عندهم سبسكريبشن خلي عينكم على الايميل. انا بس رح احكي هذا الشيء، فخلي عينكم هنيك. المهم رح نعمل ميك اب اللي بعمله دائما اليومي، ورح ندردش شوي مع بعض. عندي قصة لكم بخصوص الشعر. هاي عندي سؤال جدا، يعني انا بدي الجواب. ايمت بدي الجواب؟ هي على راحتكم، بدكم تقولوا لي اياه هلا، بدكم تفكروا بالموضوع، هل في شيء ورا هذا الشيء؟ ما بعرف، بس رح اسالكم اياه. اوكي، رح نعمل الميك اب اليومي الطبيعي اللي ما فيه اي خزعبلات، لانه ما لنا بحاجه. انا عامله السكين كير اصلا من قبل. اول ما بصحى بعمل سكين كير هيك، يعني بصير انه خلص بطل انه هل الي خلق اعمل سكين كير، لا خلص في بعمل سكين كير فقط. فعامله السكين كير كله مجهز، حطيت اي باتشز لحتى خفف اي ظهور من السهر، مع اني ما عم اسهر كتير، بطلت اني اسهر كتير، بس هيك. ورح احط كونسيلر، ممكن بس اضخ مست. اوكي، بس هيك نعمل ريفرش للبشرة. اوكي، عنا ضيف. نقيلي احلى زهرة يلاني، عنا مغني مو ضيف. بالله يعني راديو. اذا ما كنت درست محاماه او صرت يوتيوبر ما كنت بنفع مطرب. احساس حصرا شو يعني. اسمه هدول بغنوا ورا المطرب؟ كومبارس؟ لا مو كومبارس، كومبارس يسموهم بمثل الباك اب سينجر يعني. ايه انت باك اب سينجر. والله لا مو الباك اب سينجر، لكن هدول اللي بيكونوا ورا وبس بيردوا ورا المغني. يعني انا بقول انت تقول وا. هذا اسمه صدى صوت شيري. انت بتنفع تكون صدى الصوت، انت بتنفعي تكون الصوت نفسه، انت كل الصوت، انت الصدى كله. لك خلاص خجلت. ماشي، لوين؟ خجلت. عنده ميتينج اوسي، انا عندي 4 ساعات رسم، وهو عنده ميتينجات. عندي ميتينجات. اي والله عنا شغل كثير. زي قلت شي. لهم انا شو؟ يمكن سربت ما بعرف، بس قلت لهم خلي عينهم على حسابات سكن هالاسبوع، واللي عامل سبسكرايب عنده سبسكريبشن خلي عينه على الايميلات هالاسبوع. صحيح، بس يعني ما ضروري تخلوا عين، يعني انه حنوصل لكم. في شيء. المهم ما بيقدر كل يوم بدخل لهم بسرق هاي بحطها وبيروح. المهم حطيت كونسيلر، ما رح ادمج الكونسيلر لانه بحب اني احط مثل برونزر هيك هون، وبعدين بدمج الكونسيلر لبرا، بس هي لحتى اعطي هيك لون. هيك وبس حط البرونزر هاد، بعدين بدمج الكونسيلر، بعدين بحط البلاش. بدمج الكونسيلر. لازم اليوم هيك عم افكر، كنت امبارح انه شو بدي
اخلي لبس للرسم، ما بيهمني انه يهتري. يعني مثلا عندي المريولة خلص انه شو ما يجي عليها عادي لانه هي مريولة رسم، بس مع اللبس يعني هدول خلص هلكتن انهروا، هاي لساتها يعني ما ناشفة منيح، بس كل يوم كل يوم كل يوم بس خلص عم ينغسلوا، بعدين عم ارجع البسها لحتى انه الريل كله يكون نفس الاوتفيت. مثل ما قلت انه ما بدي اي شي ياخد من الرسمة، فبس خلص برجع بلبس الاوتفيت مثلا اللي حلبسه لليوم هاد، بس انهروا. فاذا انتم بترسموا هل عندكم اوتفيت مخصص للرسم ولا بتغسلوا هيك مثلي كل يوم؟ ما بعرف، ساعدوني. بس لازم اخصص مثلا انه بنطلونين ما بيهموني هدول، انه عادي يجي عليهم الوان. بلوزتين مثلا كمان ما بيهموني عادي اذا مثلا صار عليهم شي. بس الزيت يقولوا انه فورا بيروح، سو هذا هو الشي الحلو. انه على الغسيل بحط له شوي جامسول بروحه، بعدين لما عم بحطهم بالغسيل فورا لما هلا بطلعها ما بكون في شي عليها ابدا. فهذا الشي الحلو بالزيتي انه بيروح. بس لازم اجيب شي مخصص للرسم. فاليوم عم فكر اني اجيب مثلا تيشرتات بيسك كتير، اقدر انه خلص اذا صار لي شي عادي يعني ما يأثر. بس هدول كتير بحب. اوكي، اجا دور البلاش، وبعدين بنكون جاهزين. بنحط ماسكارا وهيك مثل جلوس، وبنكون جاهزين لتصوير الريل. فمن هلا بتعرفوا انه انا عندي ما يقارب 3 ساعات انا خارج شو بسموه، ما عندي شبكة، ما في تواصل. اوكي، تحمست شوي بالبلاش فاخذت هاي فرشاية كبيرة وطبطبت، واي شي بضل منه بحطه على الشفايف لحتى يصير هيك احلى مع الليب لاينر، لانه اللون هذا كتير حلو. رح احط شوية ماسكارا، واتوقع انه خلصت. هذا هو اللوك. بس شوي شعري كتير حاسسته مثل شعر زندية اللي عملته للريد كاربت تبع الأوديسي الفيلم. بس هلا رح اقلكن قصته. بس امبارحة بالليل يعني قلت قبل ما انام، حممت شعري وخلصت وخليته ينشف، قلت قبل ما انام انه رح اسشوره لحتى هيك انه لليوم يكون حلو، بحطه هيك لفافاتي. فقعدت هيك قدام المراي، ما بعرف الساعة كانت يمكن ما بتذكر بالليل. ما بعرف إذا أنا الوحيدة اللي لما بعرف إنه مثلا عاملة ميك اب بعرف إني حشيله بتفلسف، أو مثلا بعرف مثلا حسشور شعري فبتفلسف بتسريحة إلها خص بالكير، فبحس بعرف إنه إذا ما زبطت أنا على الحالتين رح يتسشور وخلص حتنحل المشكلة. نفس الشي مع الميك اب، إذا بجرب شي جديد بعرف إني حامسحه وخلص ما حدا حيشوفني. فامبارحة جيت رح اقسم شعري. انا شعري من تحت الكيرلي اللي كتير كتير حلو، كتير بحبه يعني، كتير ملفلف هيك. فقلت انه عم ارفعه اضفر، لقيت حالي قاعدة عم اضفر شعري، قلت انه يلا بعمل تسريحة قبل ما استشوره. فعملت هي، عملت الضفرة وحطيتها فوق الانسبو، كان زندية، شعر زندية. فقلت انه يلا بحاول اعمل شي نفسه بركي يطلع معي حلو. امبارح طلعت هيك، قلت انه هاي هي التسريحة اللي بعملها وبتطلع واو، بس لما بدي اروح انام يعني، بس لما ما حدا يشوفني بطلع كل شي واو، يعني بطلع كل شي احلى من انه يعني اللي جايبه كوفير وعامل لي اياها لهالدرجة. فكانت كتير حلوة، وحتى من هون يعني هيك وهون هيك وشعري هيك.
فطلعت هيك قلت ما رح اسجور شعري وما رح اعمل شيء، رح اروح انام. فرحت وخليت التسريحة هاي ونمت فيها. واتوقع مبين انه فيكم تحذروا انه انا كيف نمت هيك، نمت على ظهري مشان ما تخرب التسريحة ومشان افيق واخليها اليوم. فهي القصة ورا تسريحتي. هي عملتها امبارح بالليل ونمت فيها وفقت هيك. وعملت ريفرش حطيت مي بهاد وبخيته على شعري من تحت وبس. هذا هو لوك اليوم. فما بعرف شو السر ورا انه نحن نبدع بالليل لما ما حدا يشوفنا او بس وقت النوم. بس انه ياما عملت اي شادو هيك توتوريالز وهيك انا بس لحالي قاعده قدام المرايه بعملكم اي شادو. يعني يمكن ما برجع بقدر اعمله بس بيطلع واو. بعدين بروح بمسحه لانه ما حدا حيشوفني. فالمرة الجاي اي شي رح اعمله وحيطلع حلو الساعة 3 بالليل او 2 او ما بعرف قد ايه رح انام فيه ورح افيق تاني يوم لحتى يضل. فهذا الشي كتير بنرفزني وكتير اتنرفزت امبارحة لانه عرفت اذا فكيته وعملته اليوم ما رح يطلع حلو او ما رح اعرف اعمله. فاجت بس هيك حظ. فهي المهم فشو هي الإنة ورا الموضوع انا ما بعرف وما اتوقع رح اعرف. اي شي ميك اب بالليل واي شي شعر رح اشيله من قدامي فورا لانه انا كتير بتنرفز من ورا هالموضوع. يعني مرة عملت اتوقع اي لاينر حاولت اعمله تاني يوم صار يعني شو هدول الشنب الهيك طلع هدول. فاي شي قدامكم الساعة هيك 3 بالليل قدام